يا باشا انت راجل شرقي اصيل. هفترض معاك ان انت طلبت من مراتك، قلت لها بعد اذنك انا هطلع اقضي مع اصحابي اسبوع بره مصيف مثلا يعني. فمراتك قالت لك لا، وانت هتسيبني لوحدي للعيال واشيل المسؤوليات واتحمل مش عارف ايه. في الحاله اللي زي دي انت محتاج تبيع ولا تتفاوض؟ عشان تفهم بس الفرق بين البيع والتفاوض. غالبا انت قلت هتفاوض. طيب تعال نكمل المثال عشان تفهم اكتر يعني. المهم بعد شويه محايله وكلام مع مراتك فوافقت وقالت لك اتس اوكي، اطلع يا عم مع اصحابك، بس على شرط تطلع يوم واحد بس، وانت عايز تطلع مع اصحابك 7 ايام. في الحاله بقى اللي زي دي هتبيع ولا هتتفاوض؟ بص عشان تفهم الفرق بين البيع والتفاوض ببساطه كده، علشان الناس الامور بتدخل كده في بعضها عندهم شويه يعني. البيع قايم على كلمه واحده بس، قدرتك على الاقناع، فهم مشكله الطرف الثاني اللي قدامك، وانك تبدا تقنعه بان الحاجه اللي معاك هتفت النيد بتاعته فتاخد منه الاوكي. يعني علم البيع ده كله قايم على الاقناع. انما التفاوض مش قايم على كده خالص. التفاوض قايم على تحريك وضع الطرف الثاني علشان يوصل للمنطقه المشتركه اللي انت محددها من الاول، وبالتالي نخرج من الديل بوين وين سيتويشن. تعال اديك بقى مثال في البيزنس عشان تفهم اكتر. انت راجل دلوقتي عملت ابلكيشن او عملت ويب سايت وعايز تبيعه لشركه. رحت للشركه قلت لهم السلام عليكم انا جايب لكم ابلكيشن عايز ابيعه. الناس في الشركه ولا عارفين الابلكيشن ولا عارفين الفيتشرز بتاعته ولا عارفين اي حاجه عنه، ولا انت تعرف هم ينفع يستخدموه عندهم في الشركه ولا لا، ولا عندهم سيستم قديم شغالين بيه ولا ما عندهمش ولا ايه الدنيا. في الحاله اللي زي دي تبيع ولا تتفاوض؟ في الحاله اللي زي دي مش مطلوب منك ان انت تتفاوض على اي حاجه، لسه مفيش كونفليكت، لا في بنود ولا عقود ولا خلافات. طيب هنعمل ايه؟ هنبيع. وده ليه خطوات مختلفه تماما. يعني السيلينج سكيلز ليها خطوات بتبدا طبعا من ان انت ازاي تعرف النيدز بتاعت اللي قدامك وتجمع داتا عنه وتبدا ان انت تتكلم معاه وتقنعه الى اخره زي ما اتكلمنا كتير قبل كده. لكن التفاوض قايم على فكره وجود طرفين، كل طرف مختلف عن الطرف الثاني في الهدف بتاعه. فعلى سبيل المثال الناس قالوا لك اوكي، بعد ما فهموا السيستم والخصائص بتاعته اشتروا يعني اقتنعوا يعني. هيجي يبدا يقول لك طب احنا هتدوا لنا بكام؟ ب $10,000. طب الدفع يبقى ازاي؟ هتدفع 50% ديبوزيت و50% في الاخر. طب هيخلص في وقت قد ايه؟ يخلص في وقت مثلا 3 شهور. الطرف الثاني ما عجبوش، قال لك لا انا هشتريه ب $8,000 وهدفع لك ديبوزيت بس 25% وال 75% في الاخر وهستلمه في شهر. الحاله بقى الثانيه دي هل محتاج تقنع او تعمل اساليب كتير تبين بيها مزايا المنتج بتاعك ولا عشان توصل اللي قدامك ان هو يشتري؟ لا مش مطلوب منك كده، مطلوب منك تتفاوض. يعني ايه تتفاوض؟ يعني تبدا تحرك الخلاف بتاع الطرف الثاني علشان يوصل لمنطقه مشتركه انت محددها من قبل كده، ودي لها شغلانه كبيره جدا جدا. المهم في الفيديو ده انا عايزك تفهم كويس امتى تبيع وامتى تتفاوض، وان الموضوع بيبدا بالبيع والاقناع قبل ما يبدا بحل الكونفليكت اللي هو اصلا قايم عليه قاعده التفاوض. يعني في كلمه واحده، البيع قايم على الاقناع والتفاوض قايم على حل الخلاف بين طرفين. وخليك فاكر ان انا عايزك جامد علشان الدنيا ما بتحترمش الضعيف. وبالتوفيق دايما ان شاء الله.